في مديرين كتير بيحبوا يعملوا اجتماعات كتير، لكن في اجتماعات بتبقى مؤثرة وفي اجتماعات بتبقى تضييع للوقت مش أكتر. كلنا بنضيع وقت كبير في الاجتماعات، بس الحقيقة لما محدش قالها لنا إن الاجتماع مش هدف، الاجتماع مجرد أداة. المديرين الناجحين فعلا بيعرفوا إن هما لازم يركزوا على نتيجة مرجوة من كل اجتماع، مش على حدوث الاجتماع نفسه. علشان تكون كده وتتعلم تتغلب على فخ الاجتماعات اللي ملهاش لازمة، جرب تعمل قاعدة ال15 دقيقة. لو الاجتماع مش هيوصل للنتيجة في أول 15 دقيقة انهيه، لأن هو وقتها مفيش أي جديد يتقال فيه، مجرد كلام عام. ده بيضمن بشكل حقيقي إنك بتتحرك بذكاء فعلا وعارف تدير وتكون مدير ناجح. لو محتاج تتعلم أكتر عن إدارة الاجتماعات وإدارة الفريق بشكل عام، تقدر دلوقتي تبعت رسالة وتبدأ رحلة المنتورينج الخاصة بيك، أو تحجز استشارة ونقدر نحط خطة عمل ذكية تساعدك تدير أي مكان أنت مسؤول عنه. ولو في معلومة تانية أو نصيحة أو حقيقة فرقت في حياتكم لما عرفتوها وسهلت عليكم كتير وما كنتوش تعرفوها قبل ما تبتدوا، اكتبوا لنا في التعليقات وهنتكلم عنها في فيديو منفصل علشان نفيد بعض. يا رب تكونوا استفدتوا بجد، ولو عندكم أي سؤال اكتبوه في التعليقات أو ابعتولي رسالة وهرد عليكم.